بصوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة الشيف خالد مافيا، فيديو جديد كالعادة. اتمنى لأول مرة يشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد من داخل مجزر مصر. يا جماعة الطريقة ديت احنا بنهديها لاخواتنا اللي في الغربة، يعني اخواتنا المغتربين، الناس اللي هي عايزة تتعلم صح، تتعلم الصنعة صح بالنسبة للحم وبالنسبة للفراخ الخلي او التشفية. تابع معايا الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله، اكيد هتستفاد. دي طريقة كده بسيطة وطريقة جميلة ان شاء الله هتقدر تستفاد منها. جميع الطرق اللي احنا بنقدمها طبعا ان شاء الله، وهتبدا ان انت تطور من نفسك من خلال الطرق اللي احنا بنقدمها لك. ولو انت عاوز حاجه معينه قول لنا في الكومنتات، او هسيب لك رقم حساب الواتس بتاعي تقدر تتواصل معايا من خلال رقم الواتس. طبعا احنا طالبين يعني حاجه كده لك الله، لو في فرصه لعمل للشيف خالد مثلا في اي دوله مثلا عربيه او اي دوله اجنبيه، لو داخل ملحمه او داخل مجزر دواجن، طبعا من خلال الرقم بتاعي يقدر يتواصل معايا لو في فرصه لعمل داخل مثلا اي دوله عربيه او اي دوله اجنبيه، سواء ملحمه او تشفيه بالنسبه لشغل اللحمه او بالنسبه لشغل الدواجن. طبعا يقدر يتواصل معايا برده من خلال الرقم. وطبعا بنعيد المعلومه تاني، وتابع بقى الفيديو عشان خاطر تستفيد بجميع المعلومات، وتتابع وتستفيد بجميع الطرق اللي احنا بنقدمها لك. اول طريقه معانا يا جماعه، لازم يكون الكازلك بتاعك مسنون كويس جدا، وتمشيه طبعا على المستحد بكل احترافيه. طبعا طالما الكازلك كويس معاك هتقدر ان انت تخلي بطريقه كويسه جدا، وتقدر ان انت ما تهدرش في اللحم، يعني ما تسيبش لحمه في العظم او في الهيكل بتاع الفرخه. طبعا اهم حاجه وده عامل اساسي ان الكازلك بتاعك يكون كويس، ويكون كازلك مقاس 25، يعني من 15 لحد 25 بنفس المستوى ده، وبيكون اكبر شويه كمان ان الكازلك ده اتسن واتاكل منه، يعني بيكون كازلك بنفس المستوى ده. طبعا الكازلك عليه عمل كبير يا جماعه، زي ما حضراتكم شايفين بيطلع اللحمه زي ما حضراتكم شايفين كده على الابيض، حاجه على الابيض. دي طريقه خلي الدجاج شاورما. تمام كده، ده بنفرغ الهيكل سليم. ودي طريقه من ضمن الطرق. في ناس تانية بتشق الظهر نصين، ولكن الطريقه دي انا بفضلها اني بتلم اللحم كتير وبتحافظ على الفراخ. تابع معايا الفيديو للنهايه، وما تنساش تدعمنا بالاشتراك الجميل واللايك طبعا عشان يرفع الفيديو لاكبر عدد من الناس. ولو انت استفدت اي معلومه من الفيديو طبعا ما تبخلش علينا بالاشتراك بتاعك. ده يا جماعه طريقه اللي هي زي ما حضراتكم شايفين كده، خلي الفراخ منديل زي ما بيسمى في كل مكان. حسب، في ناس بتقول مثلا طريقه قربه، وناس بتقول مثلا هي دي مش طريقه القربه، بس في ناس بتقول عليها منديل، وفي ناس بتسمى بجميع اسماء ثانيه طبعا في جميع الاماكن مختلفه عن بعضها. كده احنا شلنا الهيكل، فاضل الوركين والجناحين. هنفضي الهيكل ده كمان، هنطلع الهيكل ده. طبعا الطريقه ديت يا جماعه بتسمى بطريقه المنديل، لان بتبقى الفرخه بعد ما بتتخلي بتكون عامله زي المنديل كده. احنا بنتعلم على الوراك من ورا، بتلم اللحمه من على الوراك وتشد خط زي ما حضرتك شايف كده. وبعد كده تبدا تاخد اللحمه اللي على الرقبه. بعد ما بتشيل الهيكل بنبدا نشفي الوراك، نبدا نخلي الوراك بتاعه الفرخه. واهم حاجه يا جماعه هو الهيكل السليم يطلع بنفس الشكل ده. الهيكل بتطلعه سليم زي ما حضراتكم شايفين كده، هو بتلم اي لحم على العظم. وفي الطريقه دي كمان جميله، بتحافظ ان الشاورما ما بيكونش فيها عظم او قراقيش او غضاريف بتكون داخل اللحمه. يعني حتى لما بتيجي انت بعد كده لما تيجي تشكها على السيخ او تيجي تسويها، ما بيكونش الشاورما فيها عظم او فيها قراقيش او فيها اي حاجه داخل اللحمه، تكون لحمه كده صافي ما فيهاش اي عظم او اي قراقيش. فالطريقه دي كويسه ان انت بتشتغل الهيكل سليم، والطريقه دي كويسه جدا. طبعا احنا شغالين بالراحه على الهادي عشان خاطر الناس تاخد بالها، لان لو اشتغلنا بسرعه اكتر من كده هتكون الطريقه مش واضحه يعني كده. لان احنا بنشتغل بالراحه اهوت على الهادي عشان كل حاجه احنا بنعملها وكل حاجه تقف قدامك في الفرخه وانت شغال تبان معاك. زي ما حضراتكم شايفين ادي الهيكل ما فيهوش اي عظم. هنبدا نخلي الجناح طبعا بيتخلي خالص من اللحم النهائي بنفس الطريقه دي. ودي افضل طريقه يا جماعه لتشفيه الاجنحه. زي ما حضرتك شايف كده، دي افضل طريقه لتشفيه الاجنحه. طبعا ما بتسيبش برضو فيها لحم عشان خاطر ما تهدرش. والامس كمان، والطريقه الافضل اللي انت عايزك تشتغل بيها ان هي الطريقه اللي انت تطلع بيها الهيكل سليم، ما تشقش الظهر او تشق الفرخه نصين. ده بيكون بيهدر جامد في اللحمه، بتكونش تعرف تتحكم في الفرخه. لما بتشتغل بالطريقه اللي هي الهيكل سليم، او بتشتغل بالطريقه اللي انا بشتغل بيها ديت، بتكون افضل بكتير جدا، وتكون اسهل من الطرق التانية. يعني انت مثلا يعني ديت هتحس ان هي صعبة معاك في الاول، ولكن لما تشتغل بيها وتبدأ تعرفها هتلاقيها سهلة جدا
وتلاقيها بتحافظ على اللحمه وبتحافظ على الفرخه معاك، ما بتبهدلش اللحم وما بتهدرش، ما بتخسرش صاحب المخزن اللي انت شغال معاه، ما بتخسروش، بتلم معاه بالعكس بتكسبه، بتلم معاه لحم كويس جدا، وما بتهدرش لحم في الفراخ. زي ما حضراتكم شايفين العظمه طالعه عامل ازاي. دي افضل طريقه انت تشتغل بيها. في طرق تانية لنفس الطريقه ديت بتبدا بيها بتبدا بحاجات تانية مختلفه، ولكن برضه هي في النهايه بنفس الشكل ده، ولكن بطرق تانية بتكون احدث، ويعني طرق تانية بتكون احدث من الطرق دي. في طريقه تانية هنعمل لكم برضه فيديو عنها، وتكون احدث من الطريقه دي. يعني الطريقه دي بتكون احدث منها، بتبدا بحاجات تانية بتوسع لنفسك مجال، يعني بتكون اسهل من دي شويه. وكده بقى احنا كده ايه في نهايه الفيديو اهوت. واحب اذكركم تاني بالمعلومه، لو محدش عمل لايك لسه ولسه اشترك في القناه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد. ومتنساش اللي احنا قلنا عليه، لو في فرصه عمل في اي دوله اجنبيه، اي دوله عربيه، طبعا هسيب لك رقم حساب الواتس بتاعي، تقدر تتواصل معايا من خلال حساب الواتس بتاعي، وده هيبقى رقم تليفوني، او تكتب لي في الكومنتات وانا ارد عليك بنفسي ان شاء الله. اخواتنا المغتربين في اي دوله، سواء السعوديه او الجزائر، العراق، اي دوله عربيه او اي دوله اجنبيه، ليبيا، فرنسا، لبنان، اي دوله، الامارات، الكويت، اي دوله احنا حتى لو ما ذكرناش. طبعا الفيديوهات دي بنهديها لاخواتنا المغتربين، لاخواتنا اللي هم بره مصر. لو انت عاوز اي حاجه معينه في مجال الجزاره او مجال الدواجن، تقدر تكتب لي في الكومنتات، او تقدر تبعت لي على حساب الواتس بتاعي. طبعا بنأكد على المعلومة تاني، وبنعيد المعلومة مرة واثنين وثلاثة. لو في فرصة العمل في مجزر دواجن أو مطعم مشويات، طبعا شغل جزارة وشغل تشفية وشغل توضيب وشغل شواية برضو معاك في كل حاجة. الفرصة ديت لي أنا للشيف خالد، وطبعا مشكورين. لو حد دلني على حد عنده فرصة، طبعا نعرف نتواصل بيها. تابع الفيديو عشان خاطر تستفيد بجميع الطرق اللي احنا نقدمها لك بالنسبة للخلي وبالنسبة لمجال التشفية. ان شاء الله هنعمل سلسلة قادمة ان شاء الله عن الناس المبتدئين في مجال الجزارة وفي مجال الدواجن. هنقدم لكم فيديوهات كويسة جدا للناس اللي هي عاوزة تتعلم صح وتتعلم بطرق كويسة ويكون مستوى حلو في الجزارة وفي مجال الدواجن. هيبدأ نقدم لكم فيديوهات كويسة جدا، ومع تحياتي ليكم بالتوفيق والنجاح.